السلام عليكم أعزائنا المشاهدين. نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل ما هو جديد. مع تجدد مطالب دوليخ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوطينهم في مصر، نعيد نشر بيان صحفي تاريخي أصدره السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017 ميلاديا. سجل فيه السيد الرئيس موقفه التاريخي لرفضه المساعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في مصر إبان عهده. وقد أصدر الرئيس مبارك هذا البيان صحفي الهام حينها إثر تقرير لقناة BBC البريطانية زعمت قبول مبارك توطين الفلسطينيين بسيناء. ننشره اليوم لنؤكد أن نهج الدولة المصرية الوطني لم ولن يقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر في كل العهود، وتخليدا لموقف الرئيس مبارك الوطني في عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر المقدسة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جديد كل الثقة والدعم للقيادة السياسية المصرية في موقفها الثابت والمعلن من القضية الفلسطينية ضد جميع المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو دول الجوار. كما نؤكد على دعمنا الكامل للقيادة المصرية في اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على آمن مصر القومي ضد أي تهديد يمس سيادتها أو تدخل في شؤونها الداخلية.